وصفتنا النهاردة وهي كفتة العدس الصيامي، وصفة سهلة وبسيطة وطعمها حكاية، من جوه طرية ومن بره كريسبي، بجد خطيرة. وشايفين كل الكمية دي من ربع كيلو بس من العدس. يلا نشوف مقاديرنا وطريقة تحضيرنا. معايا ربع كيلو من العدس، هنغسله كويس وننقعه في المية لمدة ليلة كاملة، وتاني يوم نصفيه كويس من المية وننزل بيه على طول في الكبة. بعد كده هحط بطاطساية مسلوقة وبصلاية كبيرة مع فصين توم ونص كوباية من البقسماط المطحون. والبهارات عبارة عن ملح، فلفل اسود، كزبرة ناشفة، والسبع بهارات، وبابريكا. ولو حابين تحطوا كزبرة خضرا هتبقى حكاية. بعد كده هعجن الكلام ده كله مع بعض، وتعالوا نشوف العجينة اخبارها ايه. هعملها كده يعني اختبرها بايدي، هلاقيها لسه ملزقة، فهزود نص كوباية من البقسماط كمان. وهرجع اعجن تاني الكلام ده كله، وهنا هختبرها هلاقيها كده تمام. وعايزه اقول لكم ان البقسماط ده كان عيش فينو عندي في البيت، انا حمصته في الفرن وكنت طحناه. بعد كده يلا بينا نعمل حركة الفحم اللي كلنا عارفينها. بنولع قطعة فحم وبعد كده بنحطها في نص العجينة، وننزل عليها بمعلقة كبيرة من الزيت ونغطيها بسرعة. وبعد ربع ساعة أو 10 دقايق كده بتكون خلاص الفحمية اتطفت. يلا بقى نبدأ نرفع الفحمية دي، ويلا بينا نصبع الكفتة بتاعتنا. وبصوا بقى ازاي مش بتلزق في ايدي ولا حاجة. وشايفين الكمية الحلوة اللي طلعت من ربع كيلو بس من العدس، بجد خطيرة. في زيت غزير على النار يلا بينا نحمر الكفتة. وطبعا علشان الزيت غزير انا مش هقلب في الكفتة ولا حاجة، انا بس الا بسيبها، واول ما تاخد لون بالشكل ده برفعها على طول من على النار. وطبعًا بنحطها في مصفى أو على مناديل مطبخ علشان لو في زيت زيادة بينزل، وطبعًا هي ما بتشربش أصلًا زيت. ولو مش هتحمّري كل الكمية احتفظي بباقي الكمية في الفريزر، بس أهم حاجة تغطيها. وشوفوا لي المنظر بجد خطيرة، ومن جوّه طرية زي ما قُلت لكم في بداية الفيديو، ومن برّه كريسبي، بجد وصفة خطيرة. ويا سلام لو عندِك عيش طازة، اعملي أحلى ساندوتشات، تحطي الكفتة كده وعليها سلطة المشاوي، بصل وبقدونس وشوية سُمّاق، وننزل بسلطة الطحينة. بجد سندوتش في غاية الروعة. وزي ما انتوا شايفين وصفة النهاردة سهلة وبسيطة والطعم في غاية الروعة. وده كان فيديو النهاردة، لو عجبكم ياريت لايك كتير وشير كتير، وما تحرمنيش من كومنتاتكم الحلوة. واستنوني في وصفات جاية كتير. باي باي.